ثم نعقب أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور أسامة؟ أهلا بك. كذلك أريد أن أحيي الكلب الأجرب الجالس بجوارك. أنت الكلب يا الأجرب لعيني يا ابن اللعين، أنا المسلم أنا الطاهر وأنت النجس ابن النجس من ظهر نجس، واعلم قدرك يا حثالة. ولو كنت عندك لأتيت بك وببلدك جميعا ممن يساندونك وجعلتهم تحت هذا الحذاء الطاهر. أيها النجس، لنا العزة عليكم الذلة إلى أن تقوم الساعة. الكلب الأجرب هو من وصف نفسه بذلك. الكلب الأجرب هو الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عضو منه. الكلب الأجرب هو الذي يتهم أمهات المؤمنين. الكلب الأجرب هو الذي أتى بأمريكا إلى العراق وجاء على ظهور الدبابات. الكلب الأجرب هو الكافر بالله جل وعلا بالقرآن. واعلم أن نعل الموحد السني على رأسكم جميعا وإن أبى من أبى. يعني أحسب أن هذا، يعني أنا أعتذر لك هذه شيخي، أخلاقياتهم. هذه رعاع، نريد أن ننقذهم. نعم. إلى أنهم رعاع. هذه أخلاق الروافض. نعم. يعني حينما نقول الروافض لا خلاق لهم، لا دين لهم، نعم، لا أخلاق عندهم، على فكرة فإننا لا نكذب. هذا الكلب الأجرب لما يقول لك أنا اسمي أحمد، كذاب أفاك أثيم، وليس اسمه أحمد. هم أجهل الناس، نعم، أجبن الناس، أنا ولا يجرؤ. أنا أعلم اسمه جيدا، وكان يغير صوته وعرفته منذ، على فكرة يعني حينما يغير صوته مع احترامي اعلم أنه والعياذ بالله ليس برجل على الإطلاق، لأنه جبان. حينما يدعي كذا اعلم أنه يستعمل التقية، لأنه والعياذ بالله شيطان. خلاصة المسألة يا ابني، لا يضر السحاب نبح الكلاب. ثانيا يا أستاذ سامة، أين الثرى من الثريا؟ والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للشيعة المجرمين. لكن شيخ، يعني أنا أريد أن أقول شيئا. لقد سبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أساءوا إلى أمهات المؤمنين الطاهرات. فلا تحزن، أنا ما حزنت، فلعلك تدخل في عداد هؤلاء الطاهرين الذين يسبون. على فكرة أنا والله أسمع المشاهدين ليك ردي عشان أزرع العزة في أهلي من أهل السنة، وأعلمهم أن العزة لنا وأن الذل على من كفر بمعتقده. يعني أنا أعتقد أنه إذا كان لديهم حجة أو كان لديهم برهان، كان من باب أولى أن يتصل ويقول نعم، قال العلماء كذا. نعم، عندكم مسألة أريد أن أسأل فيها، أريد أن أتبين، أريد أن أتعلم. ولكن هذا الكلب على وجه التحديد، نعم، يعني أنا الآن متيقن أنه لا سبيل. بس الكلب في وفاء، أما هذا لا وفاء. يعني أنا أعتذر للكلب، يعني هذا الكلب تحديدا، الكلب الأجرب الذي تحدث الآن، الذي يشبه إمامهم الذي وصف نفسه بذلك، أحسب أنه لا سبيل لهدايته. فيعني ماذا نفعل في من طبع الله على قلبه وأصمه الله وأعماه فلا سبيل إلى هدايته؟ اتصال آخر. السلام عليكم.